تأمل: ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. سفر الآخرة طويل، والوقوف بين يدي الله ثقيل، ولذلك مما يعينك في سفر الآخرة السجود في الليل البهيم، التسبيح الطويل، أن تكون في الأسحار مستغفرا، أن تكون دائم الذكر بلسانك وبقلبك. لا بد أن تقف بين يدي الله، لا تخف فإنه أرحم بك من نفسك، فاستعن على سفر الآخرة بالزاد، وخير الزاد التقوى، فكن دائم الذكر لذاك اليوم. وفي الليل خبئ ركيعات ودعوات مع دمعات، وأبشر فإنك تكون يوم القيامة من الآمنين.